تمكنت فرق البحث والإنقاذ ليلة أمس الثلاثاء 16 مايو الجاري من انتشار جثة سائق جرافة لقي مصرعه إثر انهيار صخري بدوار تيغرمة الواقع ضمن النفوذ الترابي لجامعة تيديلي بإقليم ورزازات. وحسب المصادر فإن عملية الحفر قد تواصلت لأزيد من 24 ساعة، حيث انطلقت فور إشعار السلطات المختصة بانهيار الصخور على جرافة ووجود السائق تحت الأنقاض. وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان بصدد الحفر بواسطة جرافته من أجل التنقيب عن المياه قبل أن تنجرف أطنان من الأتربة فوق رأسه وتغمره في مشهد مأساوي. وأشارت المصادر نفسها أن السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية ومصالح الدرك الملكي لم ينتقلوا إلى عين المكان إلا بعد مرور ساعات طويلة من حدوث هذه الواقعة المفجعة. يذكر أنه جرى نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي سيدي حسين بن ناصر بورزازات في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.